من الخيانة أن يدعى إلى الإضراب العام، إلى التظاهر، إلى استعمال العنف. في اليوم الثامن من هذا الشهر خاصة، وقد تحالف الإخوان المجرمون خوان المسلمين مع الاشتراكيين الثوريين والبلاك بلوك وحركة 6 أبريل، وهؤلاء جميعا معلوم حقيقة أمرهم. تحالفوا معه. كيف يضع هؤلاء أيديهم في أيدي الشياطين؟ سلوهم. تحالفوا معهم ومع شباب الثورة كما يزعمون على إعادة الأمر جذعا كما كان، والإتيان بالثورة الثالثة، تخريب البلاد، تمزيق أوصالها إلى تقسيمها كما هي المؤامرة. يأبون إلا أن يسيروا على الخارطة التي وضعتها القوى الاستعمارية، تدعو إلى إنفاذها وتنفيذها بصناعة مسلمة. هكذا في ظاهر الأمر. أليست هذه من الخيانة؟ هذه من الأمانة؟ الخروج على الحاكم المسلم خيانة، خروج من منهج الخوارج. من خرج فهو خارجي، والخروج يكون بالكلمة. الإضراب عن العمل خيانة وخروج على ولي الأمر. المبالغة في رد الفعل خيانة، لأن الأمر إذا وقع فرديا فيجب أن يعامل فرديا، وأما بمجموع كامل، بتخريب شامل، بتعطيل عام، بإضراب على المستوى كله، فليس هذا من الأمانة في شيء. أيها المصريون، لن يحافظ على مصر أحد سواكم. اتقوا الله، إن لم تكن أيديكم في أيدي جيشكم الباسل وشرطتكم الساهرة فستسقط بلدكم، وإن سقطت فلن تكون. ستتوزعها الأهواء وتمزق أشلاء، ولن يأمن فيها بعد اليوم أحد، وتضيع منها مكاسب الإسلام على مدى 14 قرنا من الزمان وأنتم تنظرون. ستبكون ولن ينفعكم بكاء، وتندمون ولا تساعة مندمي. بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. أفيقوا.